مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر قصص الحب اللي عدى عليها أكتر من 50 سنة. هي قصة حب الفنان الشعبي أحمد عدوية وزوجته ونيسة. هنحكيها من أول معاكسها على باب المدرسة، وإزاي بنت صغيرة في الإعدادية بقت سر قوة نجم كبير، وإزاي قدر الحب يصمد كل السنين دي مع كل التحديات والشهرة والنجاح وسنين المرض والألم. أهلا بيكم في حكاية حب مع إيمان القصاص. ارحمني ده انا ليلي طال، شوف لي جمال على قد الحال يعوض صبر اللي طال. الحكاية بدأت في أوائل السبعينات، كان وقتها أحمد عدوية نجم صاعد بقوة وله أغاني كانت مكسرة الدنيا. أما ونيسة كانت طالبة في الإعدادية، وكان عدوية بيعرف باباها، وفي يوم وهو بيزوره شافها بالصدفة وأعجب بيها، وسأل باباه هي في مدرسة إيه واسمها إيه. وبالصدفة كانت عندها صاحبتها متيمة بالمطرب الشعبي الجديد اللي كان مكسر الدنيا في وقتها. عدوية أعجب بونيسة جدا، وتاني يوم راح استناها وهي خارجة من المدرسة، وفضل ماشي جنبها بالعربية وعرض عليها إنه يوصلها للبيت، وهي اعترضت ومرضتش وقالت له لا ما ينفعش. بنسألك سؤال يا أصيل يا ابن الحلال، يا أصيل يا ابن الحلال، بنحبك وانت عارف طالبينك بالحلال، طالبينك بالحلال. عدوية فضل الموضوع مسيطر عليه جدا، وفي نفس اليوم اتصل بباباها وقال له عايز اشوفك ضروري النهاردة بس بعيد عن البيت. وفعلا اتقابلوا وتقدم لونيسة وطلب منه الجواز. رجع باباها البيت بيحكي لوالدتها، قالت له مستحيل، دي بنت صغيرة وانا مش موافقة ومحدش من العيلة دي هيوافق على ده. لكن باباها كان معجب بيه وشايفه ان عريس كويس، لكن امها صممت على رأيها ورفضت، ومع اصرار والدها كلمت اخواتها واخوات عدوية علشان ييجوا يقنعوه بعدم الجواز وهي في السن ده. وكمان كانت شايفة إنها من عيلة كبيرة ما تنفعش تتجوز مطرب. يا الله يا اللي فوق ما تقوله على اللي تحت، والله خلاص اللي فوق مشتري باللي تحت. الغريب في الأمر بعد كل الثورة اللي عملتها والدتها وجمعت العيلتين، إلا إنهم كانوا مرحبين جدا بالجوازة ومعجبين بعدوية في نفس الوقت. وبعد ما الخلاف كبر واتفقوا ان الفيصل في الموضوع يكون رأي أنيسة اللي صدمتها هي كمان ووافقت عليه. تعهد عدوية على انه يخليها تكمل دراستها، وتم الجواز سنة 76. بعد الجواز اتفقوا ان حياتهم الخاصة تفضل بعيدة عن الأضواء، ونيسة فعلا التزمت بده وركزت على رعاية بيتها وجوزها وولادهم، وأنجبوا طفلين. الأول هو المطرب محمد عدوية، وبعد سنة جابوا وردة. وكان عدوية بيحتفل بعيد ميلاد ولادهم بحضور نجوم الفن زي عادل إمام ومحمود عبد العزيز. وفي لقاء تلفزيوني قالت ونيسة إن الشهرة كانت مزعجة بالنسبة لها جدا في البداية، وإنها خدت فترة طويلة لغاية ما اتعودت على الحياة دي. وكان كمان عدوية في البداية ما كانش عايز حد يشوفني في شغله، وما كانش كمان حابب إن أسافر معاه حفلاته. سلامت أم حسن بالعين ومن حسن، سلامت أم حسن بالعين ومن حسن. الكل عارف طبعا الحادثة الشهيرة اللي تعرض لها عدوية، وكانت هتنهي حياته، وعاشت بعدها الأسرة سنين من التعب واللحظات القاسية، إلى أن حدثت المعجزة الإلهية. قالت ونيسة عشت أصعب فترة في حياتي وقت حادثة اغتيال عدوية زي ما سمتها. وقالت أنا رحت على المستشفى واستقبلته وهم جايبينه، وكنت فاكراه ميت لأنه كان فاقد الوعي وقتها. وبعد ما اتحجزنا في المستشفى وعرفت أنه مازال على قيد الحياة، قررت أني أسفره فرنسا للعلاج. وهناك حصلت المعجزة الإلهية، وأنه اتكلم فجأة، وكان شيء غير متوقع أنه يرجع يتكلم تاني. والدكاتره قالوا مراتي في فرنسا انت مجنونه ايام كريزي، خدي وانزلي مصر، ده مش نافع. لأن كان حصلت له جلطات في المخ نتيجة الحادثة.
استمر علاج عدوية من 3 ل4 سنين. في فترة مرض أحمد عدوية قالت كتير كنت بدخل أوضتي وعيط لوحدي وأقول الدنيا وقفت على كده، ويا رب قويني علشانه وعلشان ولادي. لكن بعد 4 سنين رجع عدوية يمارس عمله تاني ويقدم أغانيه وحفلاته، وفضل ممتن جدا لأسرته ومراته على وقوفها جنبه وإنها دعمته يعدي المحنة دي ويرجع تاني يقف على رجله. احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحات الله ده احنا معلمين. الغريب في الأمر إن قبل حادثة عدوية بأيام حصل خلاف كبير قوي بينه وبين زوجته، وأصرت وقتها على الطلاق. وفي يوم الحادثة الصبح جمعت معظم رجالة العيلة وطلبت المأذون، لكن خدها عدوية على جنب وقال لها سامحيني المرة دي ودي آخر مرة هزعلك، وجاب المصحف وحلف عليه. ونيسة ضعفت وقررت إنها تسامحه. انسالك اللي فات وارجع اكلمك بالعالي والثبات احاول افهمك. ومشي يومها كل رجالة العيلة متضايقين وحاسين إنها عطلتهم عن شغلهم. ودخل نام عدوية علشان حفلته بالليل، وصحي لبس بدلة جديدة كان جايبها لعيد ميلاده من باريس اللي كان فاضل عليه أسبوعين، وأصر إصرار غريب إنه يلبسها في اليوم ده. كان قلبه حاسس إنه مش هيعمل عيد ميلاده. وبعد الحفلة حصل اللي حصل. فضلت ونيسة جنبه في كل مشوار حياته، وكانت شريكة حقيقية شاركته نجاحاته، أحلامه، طموحاته، وحتى آلامه، إلى أن تعبت بشكل مفاجئ في 2024 وتوفت. راحوا الحبايب بالوا معام والتاني راحوا الحبايب. في الأول خبوا عليه الخبر، لكن بعد فترة صغيرة عرف وما قدرش يعيش من غيرها، وتوفى بعدها ب7 شهور. وحزنت مصر كلها الأسبوع اللي فات على واحد من أهم مطربي الموال والأغنية الشعبية، وانتهاء قصة حب دامت لأكتر من 50 سنة. الحلقة الجاية قصة حب جديدة، استنونا.